شفت دوما الحابط ده لانه حق الزول الاسود، لانه كده ده الجوانات وده فن هابط. ودوما الفن ده اقول لك يا سلام الحقيبه ده الحقيبه يا زول، تخارن هنا بدل يا اخي. ها يا اخي ده حقيبه الفن يا زول يا اخي. يا اخي ده يا معي ده معقول يا اخي، ده مجرد ها يا اخي ده معقول يا اخي، ده اخر الدنيا لك الله اخر الدنيا. شوف ده تخنوا ده ليه خنوا معقول يا اخي؟ مهربوا شنو؟ شو اشكالهم بالله يا الله. ها مع انه الترند عملوا زود ايمن الربو ونسطاسو والجماعه ده هم اصحاب الجماهير واصحاب المنصه بالمناسبه. لو في دوله محترمه انه هو زود مفترض يكون في التلفزيون ذاته باستمرار، لانه هو نجم اوتوماتيكيا، هو زود شعبيه كده. ده هو المفروض التلفزيون بيكون خاتينه لنادى القلعه وبيكون خاتينه لكميه العنصريين ديل شتا، وديل بيكون قاعدين يستمزوا العنصريه شتا، يستمد العنصريه من التلفزيون. وشيخ انس يترعرع على هؤلاء الجونات، ها الشماسيات الصعلوقات الشنو كده ما يعرف ليه بتاع. ها وديل شنو العفيفات الطاهرات، ها فالصفراوات الحسناوات العفيفات الطاهرات الرضيات، ها فعفى الله عنهن ورضى عنهن، ها وهن ها وهم فلذات كبدن، ها وبناتهن وبنات خالاتهن، ها كله. فمن نفس القصه قريبه ومن نفس ودي شنو عليهن اللعنه، ها بشعرهن المقرقط لا يشبهن كده، ها ما اعرف لك كده. فلذلك انهم لديهم الحقد تجاه بنات جون، ها وكيف لهن ان يتزوجن هؤلاء القراقير. عشان كده طيب على شوف العبد ده، شوف الزود على الله، ها الله ما تستاهلها الله ها بيضة عليك. شوفها تعال يا فلان، عليك شوفها على نازل، ها شوف هذا الناس قاعد في اوروبا، شوف هذا سبحان الله. اسمعني انت اوروبا ده شو على بعيد، ها والله والله اللي يقول، ها والله اللي يقول عباد. شوف يا ده، ها ده بكون هذول جنجو جوراي قاعد له مع مزه زي المزه، شفت مزه ذات صفراء، ما صفراء لونها تصور ناظرين، ده مبيضه، ها انها مبيضه، ها بيضاء لونها ده تصور تفكين الناظرين ذاته. ها وتقول لها بيبي اي لاف يو شدوق المخبشه بتاع ده. هو هذا جنب جراي ده اصلي كده في ناس قلبك، ها لانه عارف بحريقهم هرقهم جوا قلبهم، هرقهم جوا قلبهم. اقسم بالله كم زي ما قال كم في فرصه كده للناس، اقسم بالله العظيم بخطوا درابزين في البحر ده، والبحر بفوق ذاته شتى بقفلوه بدرابزينه وبخطوا له سلك شاقي وبكهربوه ذاته، اقسم بالله العظيم. وبعد الكهرباء ذاته شتى ثاني بعمل حاجه دي. كان في طريقه ناس دوله يسووها والله عشان الجنجو جراي ده ما يجي نهايه، يقفلوا القصه دي وهو يجي بالطرق الشرعيه، لانه دوله يجي يودي عياله وتفاصيله وكذا، وثاني يجوا جيل ويكشفوك زي انت، ها تاكل الاسيده في حال يرسل عليه. انت لا تستحق اي حاجه ثانيه، انت لا تستحق حتى رحمه الرب ذاته كده من الكراهيه تجاه الزول ده، اقسم بالله العظيم. وده فيها كامله بالمناسبه في السودان ده امثال شيخ انس. فعند شيخ انس هسه انا مواصلين معه، فتاني برضه الله بتاعت علينا نجيبوا الرابط هذا. هسه انا بنخش اننا جماعه خشين قلنا نجيبوا لنا الرابط حق الداخليه ده، ونجيبوا كل البيانات ده والفيديوهات موجوده، نرفقوا معه الفيديوهات ذاته وكده، انه ده التهمه بتاعت عنصريه، كلمه عنصريه يا انس. وعندك قلت ثاني عندك فيديوهاته كلها قاعده تشت وكده يعني. وماشيين برضه ابو شيرين برضه الليله عندنا لقاء هناك، ابو شيرين عندنا شغل هناك، فنجيب كل الادله ونجيب كل الحاجات العنصريه وكده يعني. وقاعد تجيب كلمات خادشه بالمناسبه برضه في الكلمات ده برضه علينا نجيبوها من الكلمات الخادشه. قلت انا زلت انا عندي يعني ده في الميديا كلمات خادشه، وده حاجات زي دي فيها بتاع. انت ممكن تقول امام الملأ كده وفي الميديا كده انا عندي
انا عندي ما اعرف لك بتاع عندي والله فيديو للزول ده هسه في تليفوني، انا هسه في تليفوني ممكن اشغله ها، وهو قاعد تليز قاعد وبنكح في نفسه قاعد. ده برضه نرفقها عليك. شكشكه كده بس ندوها على برضه ده عباس السعودي. ها انت جلنتيات كثيره، جلنتياتك ده كلها دلموها. عباس السعودي نردموه ونوروه انه شت هذا الزول ده كيف يعمل هذا الافعى كده، وكده وكده كيف يفعل وكيف يمس السموم وكيف يمارس سمومه وكده. فالرجل سام جدا جدا في المنصات، وقاعد يعني انا لما نتكلم هو قاعد يخش يعني يسيء، لما يسيء احد ما بالكدروك هو لم يقصد هذا بل يقصدنا جميعا، يقصد اي اسود سوداني بالكدروك وكده يعني. ولما يسيء الى بتاع يقصد كله كده يعني، يقول بيبي الدب صيني، هو اصلا مكتوبه هنا الدب صيني تيت في الترجمه، اي زول يقرا تيت في الصوره بتاعت انس ده. شنو قال لك؟ قالك الله الدب الصيني، الدب الصيني بل تقصدنا جميعنا، ونحن كناس صوات اعظم من اهل البلاد السودان لدينا معك مشكله حقيقيه، واي اسود يمشي على رجلين في كوكب سودانينا الحبيب هلم الينا يا اخي. فنحن الصوات الاعظم من اهل البلاد السودان وكده قريبا، فتعالوا معنا واصطفى معنا، وبناء عليه انا برضه عندي مفهم دسيس الناس العنصريين بتاعتنا عملوا شرك بس وصوتوا تمام يت زود. فبلاغاز القاعدين في السعوديه حكانا زي الحكام ولا حد يجيب زيت، وهو سعودي وجده العباس وكده، وفي نفس الوقت اتى الى السودان فاتحينه، وقاعد في السعوديه وقاعد يسيئنا بيساء مع بعض النساء، يسبوا بنساؤنا ويسيئوا نساؤنا ويصفنا باشياء ما تفاصيل بالكذاريق وحولات التفاصيل ودوما ياخذ كده. فده المسألة مهم جدا جدا. يعني هنا انس العصر بتاع اي زمن بتاع الصوت والزمن بتاع رجل الدين بيجي شايل له صوت ويجي بتاع سافل. العصر ده انتهى، انت ما عندك اي سلطه شرعيه او سلطه بخليك تتنمر على الاخرين او تفرض احكام على الاخرين او تمارس انت القضاء على الاخرين ولا القضاء الطليق. انت عشان نوريك بالواضح ما عندك اي سلطه تصف نجس، تصف فيها فاهم النجس، انت زول نجس نجس يعني شنو نجس؟ تصف بنجس نجس كسر بيقولوا نجس في حرامي من اي اتجاه، من دارجال انهم حرامي، الشوايق انهم حرامي، الفور انهم حرامي، الفلاط انهم حرامي، النوبه انهم حرامي، الشكريه انهم حرامي، ما في مجتمع ما بخلي بين الشوايق، اي قبيله عندها حرامي وعندها زوز مصلح وعندها تفاصيل عشان نكون عاطين. لكن وصف النجس او وصف حسس اي زول يتحسس زيله وما يجي يتلفظ لفظات يحسس ميتين راسنا ودخلنا في اشكاليات من هسه نجي نجس. وبيجي بيقول الجونات ديل لانهم سود. العنصريه ده بتاعت الدوله ده احنا دايرين نربيكم ودايرين نعلمكم معنى العنصريه ودايرين نوريكم منهج الادب وقله الادب عشان نربيك انت كعنصري بالمناسبه في منهج قله الادب. بعد ذلك عشان نأدبك نجيبك في منهج الادب بالمناسبه. فعندنا اثنين منهج وكده. فانت كعنصري نبدا بك بمنهج قله ساوك بكله. هنا بعد ده الصدمه، هنا بعد ده بيجي بسمع، بعد ده بيجي زي بعد ده بسمع انه ليه حرام؟ لانك انت عنصري، لانه انت السرطان انت قاعد تتلفظ به هي عنصريه، والعنصريه ده من اسوء درجات. شفت العنصريه بتشعر هروب، العنصريه بتزرع الاحقاد، العنصريه بتعمل دشلون الف حاجه، والعنصريه ما بتنتهي وكده. لذلك المحاربه العنصريه دار يد من حديد ودار يد من حديد، ما دار مجامله كله. شوف في السعوديه هناك في 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 ارض محمد بن سلمان وتمارس العنصريه، فالله يخليك فلسفه التقسيم وكده يعني. في الشرح في الشرح الفخيم فده منهج براو نجي برضه نتكلم عنه يعني. منهج التقسيم في الشرح الفخيم كده. فهذا كتاب براو. شوف يا القصر ابو انس شيخ فنس وكده الذي تمارس الاشياء النكره والمسرطنه والعنصريه وبأبهى تجلياتها وعلى سبق الاصرار والترصد وما زلت تمارس ذات العنصريه، بينما انت تجلس في السعوديه وتاكل الكبسه لتزرع لتربي كرشكه وفي نفس الوقت
ف تكبر اجاباتك الاثنين سوا. انت تاكل الكبسه في الرياض، في العاصمه الرياض السعوديه، ليكون لك اجابات كبير وكرش كبير زياده. ونحن في السودان نازهون ولاجئون وجنودنا الاشاوس فيقاتلون في الصفوف الاماميه، ولدينا معارك ولدينا كميه من الاشياء. انت وكذا فنحن نفخر كميه اشياء، بينما انت تاكل الكبسه وتمارس علينا الكراهيه. هذا البيبي، هذا ما اعرف لك شنو. في صراعك مع الاخرين انت لا تتحسس زيلك ايها الشيخ، لا تتحسس زيلك. انت لما تصف هذا، انت لا صراعك هنا ليس مع بيبي او ليس مع المنوط المشار به اساءتي، انت تسيء على جميعنا كسودانيين. هذا المدعي الدب الصيني، والتسيء الى خلق الله، دب الصيني، دب صيني. هذا ما اعرف لك شنو، ما اعرف لك كدروك. الكدروك حيوان. انت لما تقول الكدروك بنيت على شخصيته لانه اسود ولانه كذا كذا في جمجمتك، عشان كذا بنيت عليه ككدروك. هذا الكدروك وهذا ما اعرف لك شنو. انت هنا وانت شيخ تمارس الشيخه، انت وتجلس في الرياض تسيء الى المملكه العربيه السعوديه وتقول ان جدنا العباس، انا جدي العباس، انا ابن سعد ابن الوقاص ابن مضر ابن مولى كده ما اعرف لك انا شنو كده ما اعرف لك بتاع. هل هذا النسب صحيح؟ نرجو من اقوى السعوديه لانه هذا هو سعودي ويجلس في الرياض ويمارس الينا العنصريه في ابهى تجلياتها. نحن نرد اليه هل وحتى السعوديين في سالوه يرد اليه لانه جده العباس وسفيان بن عفان سعد بن الوقاص كما يقول. وفي نهايه الامر ان جده انتهى به الى العباس وقال ان جدنا العباس. وعندما سالوه السوداني قالوا جدك العباس وكل شيء، ولكن لماذا هذا السواد لونك هذا؟ فقال ان سواد لونه هذا قال اختلف، قال ما اعرف لك اختلطت مع السودانيين، قال كده ما اعرف لك. وحتى كلامه فيه نوع من العنصريه وفيه وهل هذا قال